فروق لغوية. ما الفرق بين الجن والشياطين؟ الجن من جنس الجن، وهم الثقل الثاني من المخلوقات مثل الإنس. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشياطين المردة منهم، الشيطان وذرية المردة، وهكذا شياطين الإنس. مثل ذلك الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس. فالشيطان الإنسي والشيطان الجني داخل في الشياطين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فالمقصود أن الشياطين يكونون من الجن والإنس، وهم المردة المتعدون لحدود الله، يقال لهم شياطين. والشيطان الذي هو أبو الجن هو رأسهم، وهكذا من تمرد من ذريته وتعدى الحدود هو شيطان. ومن استقام على أمر الله فليس من الشياطين بل من المؤمنين، كما قال تعالى في الجن: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقال أيضا عن الجن: وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شكرا جزيلا. عفوا.